الارتفاع 130 والعرض 57 متر. علشان توصل لها لازم تطلع 999 سلمة، وفوق هتمشي على الهواء وهتشوف كل حاجة تحت رجلك. المكان ده باختصار اسمه بوابة السماء أو باب الجنة، وده أغرب مكان موجود على وجه الأرض. الغموض في كل شبر حواليك ومفيش حاجة هتشوفها إلا وهتخليك منبهر. لكن إيه قصة بوابة الجنة دي؟ وإزاي اتفتحت؟ ومين اكتشفها؟ وليه مطلوب أطلع 999 سلمة علشان أوصل لها؟ هتعرف كل ده، بس خليك متابع معايا. في مقاطعة هونان بالصين في جبل اسمه تايانمان، والاسم معناه بالعربي بوابة السماء. الجبل ده مش بس مشهور بارتفاعه ولا المناظر اللي حواليه، لكن علشان فيه فتحة طبيعية ضخمة في الصخر شكلها عامل زي باب مفتوح على عالم تاني، والناس بيسموها بوابة الجنة. مكان غريب بيجمع بين أساطير قديمة ورموز دينية وتجارب سياحية استثنائية، وكل اللي بيقف قدامها بيخرج بنفس الانطباع إن اللي شايفه مش طبيعي. بوابة الجنة في جبل تيانمان اتشكلت من آلاف السنين بعد انهيار صخر كبير سبب فتحة عملاقة في قلب الجبل. ارتفاع البوابة أكتر من 130 متر والعرض حوالي 57 متر، وده بيخليها أكبر قوس طبيعي في العالم. والفتحة دي من بعيد شكلها كأنها فعلا مدخل لبعد جديد، علشان كده بقت رمز للغموض في الثقافة الصينية، والناس بتشوفها كعلامة روحية مش مجرد تكوين جيولوجي. الرحلة علشان توصل للبوابة نفسها مليانة تفاصيل. أول خطوة إنك تركب التلفريك اللي بيعتبر من أطول التلفريكات في العالم، طوله حوالي 7 كيلو ونص، والارتفاع اللي بيغطيه أكتر من 1200 متر. وانت طالع فوق هتشوف وديان وغابات ومشاهد بانورامية تخلي الرحلة مغامرة من قبل ما تبدأ. كل دقيقة وانت معلق في الكابل كار بتحس انك بتقرب من مكان مش عادي. بعد كده الطريق اللي بيطلع للجبل اسمه طريق 99 منعطف، والعدد مش جاي من فراغ. الرقم 9 في الثقافة الصينية بيرمز للخلود، فعملوا الطريق بتصميم 99 لفة متعرجة كأنها رحلة روحية أكتر منها رحلة عادية. الطريق بيخلي أي سواق يشعر إنه داخل اختبار، لكن في المقابل المناظر حوالين الجبل بتخلي التعب كله يختفي. لما توصل عند البوابة نفسها هتلاقي قدامك 999 سلمة، والرقم برضه ليه معنى. في المعتقدات الصينية التسعة بيشير للكمال والاتصال بين السماء والأرض، وكل اللي بيطلع الدرج ده بيحس إنه داخل طقس مش بس مجهود بدني. وكل ما تقرب من الفتحة المنظر بيتغير، بتشوف الضباب داخل من الفتحة كأنه دخان بيرسم مشهد خارق. وفي أيام معينة أشعة الشمس بتمر من جوه الفتحة وتعمل شكل ضوئي يخلي المشهد أقرب للوحة سماوية. المكان مش بس طبيعي، لكنه كمان اتعمل فيه عروض عالمية زي عروض طيارات بهلوانية هبطت جوه الفتحة نفسها، وقفز منها مظليين نزلوا من أعلى الجبل. والحاجات دي اتذاعت قدام العالم كله وخلت بوابة الجنة تبقى من أشهر المعالم اللي ممكن تشوفها في الصين. كمان في ممشى زجاجي معمول على حافة الجرف بيخليك تمشي فوق الفراغ وتشوف كل حاجة تحت رجلك بوضوح، والإحساس هناك مزيج بين خوف ومتعة. بوابة الجنة بقت النهاردة مقصد لملايين السياح اللي عايزين يشوفوا حاجة مش مألوفة، واللي بيرجع من هناك دايما بيقول إن المكان مش مجرد فتحة في جبل، لكنه تجربة كاملة بتجمع بين الجغرافيا الغريبة والرموز الدينية والأساطير القديمة. ومنطقة تشانجاجي كلها اتشهرت بعد ما تصور فيها أفلام عالمية زي أفاتار، لكن بوابة الجنة فضلت العلامة الأبرز واللي الناس بتعتبرها باب فعلا بين عالمين.